حياكم. وأنت تتجول في ضواحي مدينة كسلة في السودان بيمر عليك مشهد غريب، جماعة بسحنات عربية وبلهجة بدوية سعودية خالصة يرحبون فيك ويتسابقون على استضافتك، وتشك هل أنت في السودان ولا في السعودية؟ هالمشهد بيتكرر معك في مدينة مصوع الأريترية، هم يستقبلونك بأنغام الشيلات والرقص الحجازي بالسيف. عن هجرة الرشايدة لأفريقيا، مالك بالطويلة، وش سالفة الرشايدة وهجرتهم؟ عام 1872 أرسل محافظ منطقة سواكن في السودان رسالة عاجلة للوالي في الخرطوم، يقول فيها: وصل إلى بر العجم من بر العرب قوام 1000 فارس على السنابيك، ونزلوا في الساحل ويحملون السلاح الناري ومعهم عوائلهم وأطفالهم. يسأل في الرسالة يقول: هل نرجعهم إلى بر العرب ولا نتركهم؟ يرد عليه الوالي بأنه يمهلهم 6 شهور ويقيم الوضع. بعد 6 شهور أرسل أنهم أحيوا الأرض وزرعوها وأنهم مفيدين لزيادة الضرائب، فأمر والي الخرطوم بتركهم. هذول 1000 فارس اللي وصلوا كانوا آخر فوج من المهاجرين الرشايدة اللي ارتحلوا من الحجاز لإفريقيا على السنابيك، واللي كانت نوع من السفن المعروفة في دول الخليج. اللي يقول يا ناس ده العناب حقه حجيجة من نجد رينا ومن شمال المدينة، هردودنا اللي هاجروا بالسنابيك من المحل، ما هاجروا من قبيلة بني رشيد أهل البكار المشاعيف، كم نامت وهي منهم حزينة. بني رشيد من قبائل الجزيرة العربية اللي هم امتداد لبني عبس، القبيلة اللي منها فرسان كبار مثل عنترة بن شداد. هجرتهم لأفريقيا ما كانت نشاز في التاريخ، فالجزيرة العربية أصلاً عبر تاريخها شهدت هجرات مختلفة لقبائل مختلفة. هجرة الرشايدة مع بعض فروع القبائل اللي تحالفت معها كانت آخر هجرة جماعية قبل تشكل الدولة الحديثة والحدود الحالية، وتغير كذلك نمط العالم اللي أنهى مثل هذه الظواهر. احنا طلعنا من الجزيرة العربية تقريبا 250 سنة. 200 أنا أبوي تولد وقدامي ناس تولدوا قدامي. اللي امتازت فيه هجرة الرشايدة المتأخرة زمنياً أنهم إلى الآن محافظين على خصوصيتهم وما اندمجوا في المجتمعات اللي استقروا فيها، وكأنهم أرشيف حي للشكل اللي كان عليه سكان بادية السعودية. اللهجة، الأزياء، نمط المعيشة البدوي الخالص ما زال حاضر اليوم عند الرشايدة في أفريقيا مثل ما كان في السعودية قبل 200 سنة. أولى هجرات الرشايدة كانت تقريباً مثل ما تقول بعض المصادر عام 1820، كانت بسبب حروب مستمرة مع ولاة الدولة العثمانية اللي مسيطرين على الحجاز ذاك الوقت، خصوصاً بعد أحداث محمد علي باشا ودخول جيشه لمحاربة الدولة السعودية الأولى، اللي كانوا الرشايدة من أهم المناصرين للدولة السعودية والمقاتلين في صفوفها. حنا عن ديار القرابة اغتربنا على ظهور مدقل والضعيني، وحنا فرقنا ما عرفنا سببنا، واخبارنا مع جدودنا الاولين. حنا فرقنا ما عرفنا سببنا، واخبارنا مع كبارنا الاولين. كم شيخ ربع من حدوده قربنا ويا شربنا من الشراب الضنيني. كم شيخ ربع من حدوده قربنا ويا شربنا من الشراب الضنيني، وحنا على الخط الامامي كتابنا ان فقدنا ربعنا من سنين. هاجر الرشايدة الأوائل من ميناء الوجه ونزلوا على مصر بقيادة الأمير مبارك السمهودي. بعدين انتقل أغلبهم من مصر إلى السودان بقيادة عبد الله ابن الأمير مبارك، لأن السودان ذاك الوقت كانت خصبة بالمراعي والصيد وتناسب ثروتهم النادرة من الإبل الحمر اللي تعتبر من أغلى أنواع الإبل آنذاك، واللي امتازت فيها قبيلة بني رشيد. صار فيه اضطرابات في السودان وثورة سميت بالثورة المهدية. انتقل بسبب هذه الاضطرابات جزء من الرشايدة إلى أريتريا، استقروا هناك خصوصا في محيط مدينة مصوع. مرت السنين وبدأت توصل سوالف أفريقيا اللي يجيها مطر وفيها زرع وخير لمن؟ للرشايدة في السعودية، أن عيال عمكم مربعين ومعينين خير. هذه الأخبار كانت حافز للهجرة الثانية المباشرة للسودان وأريتريا عن طريق جزر فرسان في جيزان وميناء جدة. يقول الشاعر محمد سالم البريعس الرشيدي يصف رحلته في البحر: يا فاطري من بعد مرتع تهامة
وارض الحجاز ونابيات الرجومي. اليوم في بحر عسى به سلامه، لا جاه ريح قام موجه يعومي. يقول شاعر آخر يصف هجرته من ميناء جدة لين كسلة في السودان: دار الزمان وفرق الشمل شملين، وأغلبهم اللي حروة الصبح يمشون. ركبوا بحر جدة بلي عناوين، وحطوا وراه من السطر ما يهابون. وامسوا على حلفة وكسلة محلين، قفر فيها مع الصيد يرعون. مالك بالطويلة.